ففي الحقيقة ما في شيء علميا اسمه مشاعر. انا ممكن ادي قصص كتير في القصه دي. والله الذي لا اله الا هو حصلت معايا عدة مرات، وحصلت مع ناس اعرفهم عدة مرات. انا فعلا انا كان في حد بدون ذكر اسماء كان بيشتغل معانا يعني فتره، وكنت بعد ما اخلص الميتنج احس ان انا بريند. انا احس اني في مكان تاني، انا محلق. ايش اللي صاير؟ بتقول لك حتى اللغه يقول لك انا سخن كده، عايز اعمل حاجه كده. اصل عليك انا في ليفل كده هتجيلي الطاقه في نفس الليفل اللي انا فيه. العالم الخارجي يتعامل معك بناء على ما ارسلته. مش هينفع اقول والله انا دلوقتي في 50 هرتز. طيب تيجي للسيارة. أنا السيارة قيمتها 2,000,000 جنيه، أنا معايا 100,000 جنيه. طيب أنت أول حاجة مش مسؤوليتك الأسباب، الفلوس دي سبب. صح. مسؤوليتك الصورة. choose the image، اختار الصورة، ودائما تبدأ تشوف نفسك إنك في العربية دي. أنا على بالي جاي دحين أوبل إنسيغنيا، ما أعرف ليش. لأن الأوبل البراند ده قطعوه في الخليج عندنا. والله إيه. مع إنه براند هايل. إيه والله جميل. فلما شفتها هنا وعملت تست درايف، سيارة حلوة على أي حال. فلما تبدأ تشوف نفسك هذا إيش حيسوي، حينشط خلايا معينة في الدماغ حيبدأ يرسل مشاعر السعادة، مشاعر ذبذبات مختلفة. حتبدأ أنت تعمل خطوات تشوفها في النت، بعدين لا خلينا نروح الوكالة، خلينا نروح المعرض الفلاني، وهكذا تكة 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 تلاقي فلان في المعرض يقول لك أسمع أصل الموديلات السنة اللي فاتت عاملين عليها خصم كده، وفي التمويل الفلاني، وفي دي بانج. ما بيكونش بوزير يعني الكلام اللي انت بتحكيه ده. في ناس هتلاقي بتقول لك يعني يا جماعه انتوا بتقولوا كلام حلو نظري في كتب، يعني قول لي ده حصل لك، حصل للناس حواليك ان انت فعلا دخلت في موضوع معكش اي جزء من الفلوس ديت، بس عملت ايه عشان خاطر تاخد الحاجه دي وفعلا اخدتها ولا لا؟ اللهم لك الحمد كثير. الحمد لله. طبعا أنا اللي ضربته مثال السيارة سيناريو واحد، أنت ما تعرف السيناريوهات اللي ممكن تنفتح لك. يعني ممكن أنت السيناريو الثاني وأنت قاعد عمال بتعمل شوبينج على السيارة وتتسوق ليها وتتعرف عليها وعلى سعرها، تلاقي مفتح لك باب رزق. ممكن تيجي أي حاجة تانية، يعني ممكن تلاقي نفسك أنت مخطط إنك أو أنت عندك تحصل على ترقية في وظيفتك، أو بزنسك يتضاعف على اي حال. يكلمك عايزك في شغلانه، اي في شغلانه دي تطلع لك ملايين وانت ما انت داري. طبعا الامثله الموجوده اللهم لك الحمد كثير. لسه اكتوبر مش اكتوبر، يناير السنه اللي فاتت 23 طبعا هذا واحد من الامثله. داخل في عندي هدف، الهدف هذا يكلف قرابة 550,000 سعودي، قرابة 130,000 دولار، يعني أنت تتكلم عن 7 ملايين مصري يمكن 6.5 7 ملايين مصري بالضبط جنيه. أنت كان معاك نصهم مثلا؟ لا أقل من النص. الخطوة الأولى كانت دفعة أولى بمبلغ معين، بسم الله توكلنا على الله، وقعت تفضلوا يلا. بعدين الدفعة الثانية حتكون المبلغ كامل المتبقي. أنا حافظت على نفسي إنه أنا ممتلك لهذا الخير الذي أريده، والعملية تمت والموضوع وأنا أتمتع به وأنا مبسوط وأموري تمام والمبلغ مسدد، وأشوف نفسي earning the money، قاعد أكسب الفلوس اللي بتغطي الباقي. ما جاء موعد الدفعة الثانية بعدها بكم كان تقريباً 8 شهور، المبلغ متوفر بالكامل والحمد لله. ما شاء الله. ده واحد من الأمثلة، وأقدر أحكيك أشياء كتير 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 أكثر من دي بكثير. لما قررت إني أعمل كارير شيفت من مجال اللي كنت فيه، مجال الإداري وكذا، إلى مجال الكوتشينج والترينينج، أنا ما أعرف، ما عندي أي معلومة في المجال ده.
ولا أعرف إيش يعني كوتشنج، وإيش يعني تريننج، إيش يعني تدريب، وإيش يعني كوتشنج، وإيش يعني منتورينج، وإيش يعني ثيرابي اللي هو المعالجة. لقيت بدأت المشوار، قررت القرار، بدأت المعلومة تجيني من هنا، الفلوس تجي من هنا، أخذ كورس من هنا، تك 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 تك. اليوم اللهم لك الحمد شركة محمد بوزير لتطوير الأداء، شركة محمد بوزير كوتشنج، تخدم في أنحاء العالم. ما شاء الله. عملائنا في العالم العربي وخارج العالم العربي، عرب مقيمين في أمريكا وكندا وأوروبا، بريطانيا، فرنسا، غير. الحمد لله. الحمد لله. لما بدأت كان معايا الموارد؟ لا. صدق الله العظيم. إيش أتم من قول ربنا سبحانه وتعالى لما يقول بصريح العبارة بدون أي تأخير أو أسباب ومسببات في سورة غافر أو سورة المؤمن في مسمى آخر: ادعوني أستجب لكم. لا لاحظ، ما في أي تأخير، ادعوني على طول الفعل اللي بعده. ما أنش فأستجب لكم مثلا أو أستجب. لا، وفي كمان آية أقوى وأكثر وقعا في سورة إبراهيم عليه السلام. إيش هي؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. مش حيؤتيكم أو يؤتيكم، خلاص. آتاكم ماضي. وماضي في القرآن الكريم لما تكون في السياق الإلهي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى بمعنى التمام والكمال والمطلقية. فلما ربنا سبحانه وتعالى يختم آية وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، هل معناته هذا إنه فقط في ذيك اللحظة؟ لا، هنا بتعني الحتمية. لكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. هذه السبب. فهذا هو تأويل البركة وخلينا نقول الحظ الحسن. والله يعني يا كوتش وزير أنا بتفق معاك في الموضوع ده، وأنا عارف إحنا لو قعدنا حلقات كتيرة نسرد بس القصص اللي بتقول إن خد الخطوة وخلي الإيمج عندك وفعلا عيش لحظة. أيوة اتخذ القرار. خلاص. وإذا اتخذ القرار سيقت الأقدار. تستنى القدر ليه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإحنا نحتاج المشيئتين. ربنا عايز مشيئتك كمان مع مشيئته طبعا. مش هو شاء وانتهى. شاء أن يعطيك، شاء أن يمنحك. طيب أنت شئت لنفسك ولا لا؟ أنت عندك الأصعب. أنت عندك الأصعب، يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى دي خلاص خلصانة. لكن للأسف واقع الناس أقوى من عقوله وأقوى من إيمانه. طب يا كوتش وزير، يعني أنا هتخيل دلوقتي همشي بنفس الطريقة وداخل في صفقة معينة ب3-4 مليون جنيه، شراء أو بيع مثلا. شراء أو بيع، وداخل بالايمج ده، وانا دلوقتي خلاص انا بستمتع بان احنا وي كلوز دي. ما حصلش ولا انت ضربت في التيرور بارير، ضربت في حاجز الرهبة؟ ما انا مش عارف هي النتيجة انه ما حصلش. يعني عايز اشتري على لا خلينا انت حكيت القصة اول. انت ايش السيناريو اللي حصل معك انت شخصيا؟ هو السيناريو اللي حصل انا فعلا كنت عايز اشتري بيت، والبيت ده برقم كبير، وبعدين كنت متحمس جدا جدا، وابتديت احس ان انا قاعد العربيه راكنه واولادي فين وانا في الدور كام وكل حاجه، ورحت وشفتها وعملت كل حاجه ان هي تاهلني خلاص انا هناك. ولدرجه ان انا ابتديت البطاقه بتاعتي خلاص عنوانها الجديد كل حاجه، يعني انا خلاص الايمج كان قوي. وعايز اقول لك على حاجه، انا دفعت كمان الداون بيمنت. جميل. وهم كانوا عاملين حاجه ظريفه انك لغايه 14 يوم ممكن ترجع الفلوس دي تاخدها كام. فانا في ساعتها خدت القرار ودفعت. واللي يعني اللي كان معايا يعني انت مجنون، انت مش هينفع، احنا معناش الرقم ده، مش هيعمل ايه. فانا قاعد الاسبوعين دولت في الصراع النفسي. هو انا معايا لا خلاص انت ضربت في التيرر بارير. هو ده بقى ضربت في حاجز الرهبه. انت وصلت واتخذت القرار وامورك تمام. واقول لك حاجه،
بعون الله لو تممت ايراداتك راح تزيد. وحتقول بوزير قال هعمل كده، مش بجرب، هعمل كده عشان البليل وحافظ على الصوره، الصورة. دفعت الداون بيمنت، حافظ على الصوره وشوف نفسك وانت بتسدد البيمنتس الثانيه قبل الوقت، مو كمان قبل الوقت، عشان كمان تخرج الفوائد. انت ربما سددتها كلها كاش بفتره او في فتره وجيزه، بدل 20 سنه 5 سنوات 6 سنوات، والحمد لله رب العالمين. وفي احيانا اشياء ما بتتم، دي ما بتتم معناته البلان دي ما اشتغلت، بس انا ما اتنازل عن الهدف، في خطه وفي هدف. الهدف اني مثلا اعمل البزنس ده، ولا اتزوج بالشابه دي، ولا افتح اشتغل الوظيفه دي، او افتح البيت، اشتري البيت ده او السياره دي، ايا كان. لكن عندي بدات استراتيجي، بدات بلان معين، خطه معينه، ما ادتني نتيجه، معناته خلاص والله اغلب الناس يقول لك يا عمي خيره خيره، اوكي يلا سلام عليكم. وهو اصلا الخوف رجعه غير الهدف، فيقوم يغير، لا اعمل له داون سايز شوي، بدل ما فيلا تبقى اوضه، بدل ما زي ما اعرفش بكام، هات توك توك. بالظبط. طيب يا كوتش وزير، احنا عندنا كده 5 اسئله للسريعين سريعين كده، جاهز؟ هات يا اخويا. معاك تاخد حاجه فيها؟ طيب لو معنا اهو كتاب قريته ليه علاقه بالتوبيك بتاعنا، وفعلا متابعينا لما يقروا الكتاب ده هيفرق معاهم جدا جدا في فكره العقل والنجاح. اوكي، طبعا والله انت دائما السؤال ده لانه يفتح لي عده جبهات. العقل والنجاح تبغانا نتكلم عن موضوع كمان اثره على البدن وكده طبعا احنا عايزين الناس اللي اتفرجت النهارده وشافت التاثير والعلاقه ما بين ال4 حاجات اللي انت قلتهم، وعايز بعد كده كل واحد فينا عنده جولز، عنده حاجات عايز يعملها، يقرا ايه علشان خاطر يتثبت عنده الفكر ده. طيب، لانه في حلقه فاتت تكلمنا عن ولدت ثريا، وفي بيشرح نفس الكلام. اوكي، فخليني المره دي بتكلم عن كتاب تاني بيأصل المفهوم ده كمان، هذا اوكي، اللي هو Think and Grow Rich، فكر وزن الثراء. and grow rich. Think and Grow Rich. اوكي، لنابليون هيل. هذا الكتاب إذا أنت عندك شك في اللي نحن بنقوله، ترى ده الكتاب اللي الناس اللي طبقت اللي فيه صاروا مليونيريين، ومليونيريين مو بالجنيه المصري، بالدولار الأمريكي. هذا كتاب صنع ملايين من رواد الأعمال والمليونيرية في العالم. أنا أحد الناس اللي هذا الكتاب رسخ عندي المفاهيم دي. حلو. والكتاب ده جميل معنى الكلمة، يعني بالذات طبعا الترجمة العربية حسب علمي في ترجمة جرير، وفي ما أعرف إذا في ترجمات أخرى، لكن إذا أنت متقن للغة الإنجليزية اقرأه باللغة الإنجليزية. اوكي خلاص، يعني أكيد بقى متابعينا يبتدوا يجيبوا الكتاب ده. نعم. بما إن أكيد كلنا عايزين نبقى مليونيرية وبليونيرية كمان. اسمه Think and Grow Rich، فكر وزن الثراء. فتبغى تزيد ثراء، بعدين هو ما يكلمك عن الثراء المالي، هو بيكلمك كيف إنه كل جانب من جوانب حياتك يثرى. وحتلاقي إنه الجانب المالي ده جانب بس من جوانب كتير، كاريزما وصحة وشخصية وعلاقات وحب وكل حاجة. مع الكتاب بنقول دايما على الكوت you believe in it، وبرضه ممكن يعني الشباب يقروها أو في مقولة بوزيرية دي دي أنا مبتكرها يعني. دائما بقول الدعاء حال وليس مقال. الدعاء حال وليس مقال. نعم. فسرها لنا بقى دي. باختصار إنه أنت ما بتدعي بالكلام اللي بتتلفظ به، لا، أنت بتدعي بحالك. أنت حالك إيه؟ شعورك إيه؟ فأغلب الناس بيطلب من ربنا حاجة
وهو من جوا كله خوف وقلق ومشاعر استياء وغضب، وبعدين بيقول ليش ربنا ما استجاب ليش؟ طبعا ما، لأنه أنت أصلا دعائك حقيقته هو المشاعر اللي بترسلها، هي المصداق للحاجة اللي بتقولها. فممكن في إنسان ما يقول ولا كلمة، بس علاقته الداخلية مع ربنا صح، حاله مظبوط، دائما محافظ على الإيمج، المشاعر صح. فالقضية أنت مش اللي بتتكلم به. لذلك والاس دي واتلز في كتابه أيضا علم الثراء له مقولة، يا هذا الرجل أحيانا يضرب أماكن عجيبة. يقول إجابة دعائك ليست بحسب إيمانك وأنت تتكلم، بل بحسب إيمانك وأنت تعمل. The answer to your prayer is not according to your faith while you're talking, but according to your faith while you're working. وانت بتشتغل الإيمج موجودة ولا كل شوية بتجيك مشاعر الغضب والاستياء والخوف والقلق ولا حيشتروا ما حيشتروا، حاخذ الوظيفة ما حاخذها، حاخذ البروموشن واصير سي او، حصير سي اس او، حصير سي ام او، حاخذ مرتب 1,000,000 جنيه في الشهر. طبعا اللي متصور انه ما في المرتبات دي يصحى من النوم. في يعني كارلوس غوسن، عارف طبعا الرئيس التنفيذي اللي مش نيسان، ده تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي الاينس. ده الرجل خرج من شركة نيسان دخله كم؟ 17 مليون دولار ونص في السنة، يعني في الشهر 1,000,000 دولار ونص. متخيل؟ اضربها في كم؟ في 48 جنيه؟ في 50 للتسهيل، يعني 50 للتسهيل المال. وبرضه مش عارف نقول الرقم دلوقتي. آلين مايولالي ده، طيب عشان لا حد يقول لي آلين مايولالي ده أمريكي، كان الرئيس التنفيذي تبع بوينغ، وراح لفورد بعدين وخرج من فورد ب 18 مليون في السنة دولار. تمام، عشان حد يقول لي ده أمريكي وخواجة. كارلوس وصلنا عربي. لا انا اعرف سي اوس في مصر هنا لا بياخدوا الرقم ده، يعني رقم نعم بالمصري يعني، او بياخدوا نعم. في السعودية عندك 200,000 ريال سعودي، 150,000. في الإمارات الدرهم نفس الحاجة. ده غير السكولينج وغير ما اعرفش، غير الأشياء والبدلات والدنيا. أنت خلي الباكج كله تبعك 50,000 دولار يا عمي، ده رقم. فنصحى من النوم يا جماعة. ايوه صح. النهارده اتكلمنا على توبيك في حاجات كتيرة قوي، هتلاقي الناس محتاجة تطبق الكلام ده عشان تحس بقيمته. احنا قلنا لهم الكتاب اللي يقراه، قلنا لهم الكوتس اللي ممكن تخليهم تساعدهم في ايمانهم بالموضوع. لو عايزين نقول لهم على حاجتين 3 4 يعملوهم يوميا عشان فعلا يحسوا باللي قلنا النهارده ده. رقم 1، قرر بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن ممتلكاتك، بغض النظر عن الموارد، بغض النظر عن البلد اللي انت فيه. قرر انت تبغى ايه، بالمصري انت عايز ايه. حلو جدا. هذا رقم 1، بغض النظر انت تتعامل مع مين، مع ربنا. رقم 2، الرغبة دي خدها واكتبها هدف. ابدأ كل يوم ما لا يقل عن 3 مرات في اليوم، شوف استرخي واسمح لنفسك انك تشوف نفسك ممتلك لده الهدف وللخير ده اللي انت تبغاه. واندمج عاطفيا، خلي الصورة دي تحرك المشاعر عندك لحد ما فعلا تبدأ تحس في اختلاف في جسمك. أول مرة ممكن تتقاوم وترفض، ثاني مرة، ثالث، لا ما حد خلاص يبدأ يتأقلم على الوضع ده ويصير ده طبيعتك. بالمناسبة على السيرة دي، عندنا بعض الأحيان بعض البرامج عملاء، يعني أتذكر واحدة بقول لها قولي، نفترض اسمها إيناس، ده الاسم اللي جاء في بالي.
غمض عيونك كده وقولي، حط ايدك اليمين على صدرك، قولي إيناس أنا بحبك. مش ما فيش. قادرة. اعمل تمرين المرآة، طالع في المراية وقول يا أحمد أنا بحبك. ولا أحمد أنا، يهرب من المراية. تحصل. ليه طيب؟ العقل الثاني مش عايز. أنت تيجي تستخدم العقل الحقيقي الفكر، لكن الجسم فايبريشنالي دبدبيا لا، أنا ما تسمعنيش الكلام ده، أنا ده مش الكومفورت زون بتاعي، مش منطقة الراحة. طب تقول لهم يعملوا ايه طيب عشان يتخلصوا الموضوع ده؟ تعيد تاني تالت تكرار؟ جرب مرة 2، مو جرب، أعد مرة ثالث مرة رابع مرة. أول مرة ما حتحس بشيء، ثاني مرة ما حتحس بشيء، ثالث مرة رابع مرة ممكن إذا أنت منغمس جدا في السلبية ممكن تقعد شهرين ما تحس بحاجة، ما تشبك معاك إلا في الشهر الأخير. انا هتكلم بلغه الصيادله بقى، من انا دكتور صيدلي يعني. الواحد لما يكون عنده مرض والدكتور اللي يديله دواء، مش اكيد من اول قرصه هيبقى زي الفل. بتاخد قرص يقول لك ده الكورس ده 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، وفي حاجات تانية محتاجه مده شهر على حسب قوه المرض نفسه. هنفترض ان لو هنطبق نفس الموضوع ده، لو اجازت لي يعني نفس الموضوع، انا فين؟ انا جسدي في انهي حته؟ فهل هتيجي العلاج ده مع اول مره وقفت قصاد المرايه وقلت انا بحبك يا احمد، ولا هتيجي بعد تاني مره ولا ثالث مره ولا 10 مرة؟ فبالضبط، فعلينا اننا ناخذ الكورس كامل قد ما ياخذ. انت شوف، انت راح تدفع الثمن، اما الثمن راح يكون الحسرة اللي انت قاعد فيها في الوضع المزري والألم باللي انت متحمله في الوضع المزري اللي انت فيه، او من بقائك في منطقة الراحة، او الاكسرسايز ده والتمرين ده والممارسات دي اللي راح تخليك توصل مكان مختلف تماما. اختيارك انت، دافع اي ثمن تختار. وشخصيا اخترت الثمن الثاني ولله الحمد. الحمد لله. دي تاني حاجه. ثالث حاجه ايه نعمل؟ لا نحن قلنا الثلاثه كده خلاص كده خلص. نعم. طب ممكن نعيدهم تاني عشان نفتكرهم. 1، اتخذ قرار بغض النظر عن الظروف، اكتبه، ابدأ، تخيل ومحقق لين ما تنغمس عاطفيا معه and you fuse with it. ايوه، انتصهر معه. نعم. عندك هديه لينا النهارده يا كوتش ولا انا اقدر؟ الله يبارك فيكم يا رب. طيب يا جماعه الخير، احب انصح كل واحد فيكم، روح على قناه اليوتيوب تبعنا محمد باوزير، تكتبها بالعربي او بالانجليزي، بعوني لا تطلع لك اول واحدة مباشره. احنا كمان هنحطها كمان في الرابط يعني. في الرابط ممتاز. وتدخل على اغرب سر في العالم، تسجيل صوتي، دوبلاج لتسجيل انجليزي قديم انعمل في الخمسينات، انا دبلجته وباللغه العربيه بترجمه منقحه مضبوطه، والناس اللي سمعت زي السلاح ما تعرف. رائع بصراحه. انا كمان بضم الصوت. واسمعوا 30 يوم متواصله ما تقطع يوم، واذا قطعت يوم ارجع من جديد. بالفعل يا كوتش باوزير، بصراحه انت احسنت في التسجيل الصوتي ده، لانه فعلا الواحد لما كان بيحاول يسمعه او يقراه بالانجلش، وانت كنت بعته لي قبل كده، يوم في التاني في التالت ببتدي اقف. لكن بعد ما انت عملته باللغه العربيه وباسلوبك الرائع بصراحه، يعني انا يا جماعه تاني بضم صوتي بصوت كوتش باوزير، بشكرك على الهديه دي. فعلا تحسوا بتغيير في حياتكم جامد جدا جدا لما تسمعوا التسجيل الصوتي ده لمده 30 يوم يعني. الله يبارك فيك. كلها 40 دقيقة، ممكن لو مشوارك للعمل 20 دقيقة والرجعة 20 دقيقة، فتاخذ 20 ب20 انت مخلص. لا بشرك، احنا اقل مشوار عندنا ساعة رايح ساعة هيتسمع مرة دي اليوم يعني. إلا بتكون خارج القاهرة ونواحيها يعني. أنا بشكرك تاني يا كوتش باوزير، نورتنا، ضيف عزيز. ما أوتيته على علم عندي يا رجل، هذا فضل ربنا. ربنا يكرمك يا رب، ونتقابل دايما إن شاء الله في حلقات تانية. الله يبارك فيك. شكرا. عفوا ممتن لك. مع السلامة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الماهر مايند سيت.
يا رب تكونوا استفدتوا من الافكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وارائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.